السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد على قناتكم نضال نيوز. في خبر محزن هز الساحة الفنية المغربية، فارقت الحياة صباح اليوم الأربعاء الفنانة القديرة ناعمة بوحمالة، إحدى أبرز الوجوه التي بصمت المشهد المسرحي والتلفزيوني المغربي لعقود. وفور انتشار خبر الوفاة سارعت الفنانة والمخرجة لطيفة أحرار مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إلى نعي الراحلة بكلمات مؤثرة نشرتها على حسابها بموقع الفيسبوك، وقالت: رحم الله الفنانة القديرة ناعمة بوحمالة، رحمك الله يا العزيزة، تعازي الحارة لعائلتك ومحبيك. وكتب الفنان والمخرج إدريس الروخ تدوينة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك نعى فيها الراحلة، جاء فيها: رحم الله الفنانة ناعمة بوحمالة، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أدخلها فسيح جناتك يا رب العالمين. وبوفاة الفنانة بوحمالة تكون الساحة الفنية قد فقدت واحدة من أبرز وجوهها، بحيث أن الراحلة كانت أحد رموز الفن المغربي الأصيل، وبصمت ذاكرة الجمهور المغربي بأدوارها المتميزة وحضورها القوي على خشبة المسرح وفي الشاشة الصغيرة. شاركت الراحلة خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية العالمية، كما تنوعت مشاركتها في سيتكومات رمضانية وأفلام تلفزيونية. إن لله وإن إليه راجعون، رحم الله الفنانة ناعمة بوحمالة وأسكنها فسيح جناته يا رب